الحلقة دي تقلق الحقيقة. من حوالي شهر تقريبا، شهر ونص، قابلت أحد يعني متابعين القناة عندنا هنا، حد اسمه زياد، شخص محترم جدا، هو مصمم جرافيكس، وكنت سعيد جدا ان انا قابلته في الشارع. يعني وقفني في الشارع وسلم عليا وتصور معايا دي كانت حاجة جميلة جدا الحقيقة. وزياد كان عنده سؤال الحقيقة غريب جدا، غريب لاني انا كنت قبلها تقريبا ب 24 ساعة كنت عمال اقرا عن الحكاية دي او عن الموضوع ده، وكان شاغلني جدا برضه. زياد سأل عن الذكاء الاصطناعي، وهل ممكن الذكاء الاصطناعي ينهي حياة مصممين الجرافيكس او ينهي يعني الكارير بتاعهم، الوظيفة بتاعت مصمم الجرافيكس دي في المستقبل او دلوقتي ولا لا. وبرضه امبارح من 24 ساعة على الكوميونتي تاب بتاع التشانل سألت الناس، يا جماعة انا محتار مش عارف اعمل انهي حلقة بالظبط، يا ريت يعني تفيدونا وتقولوا افكاركم. الافكار الحقيقة جامدة جدا وان شاء الله هننفذها باذن الله. لكن احد الافكار برضه اللي استوقفتني ان في حد برضه عايز يخلينا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، فيبدو ان الموضوع واخد حيز كبير جدا من تفكير الشباب اليومين دول، لانه فعلا مهم. والذكاء الاصطناعي اليومين دول بدأ ياخد شكل مختلف تماما، وطبعا مع تحذيرات واحد زي إيلون ماسك وبيل جيتس، كمان الاخ مارك بتاع الفيسبوك، وناس كتير جدا من رواد الاعمال واللي عندهم شركات ضخمة وكبيرة. في منهم اللي بيحذر من الذكاء الاصطناعي، في منهم اللي بيدعم الذكاء الاصطناعي او بيساعد اصلا في تطويره ومش قلقان منه خالص. فالموضوع فعلا بدأ ينتشر بشكل كبير جدا، بدأ ياخد شكل مختلف عن زمان. يعني مثلا زمان جدا من حوالي 60-70 سنة كنا عارفين ان الذكاء الاصطناعي متحجم داخل المصانع والشركات الكبيرة الضخمة، زي مثلا شركات انتاج السيارات او مصانع مثلا زي الادوية او التلفزيونات او الراديوهات او حاجة زي كده. كان مقتصر الحكاية ان في مكنة كبيرة جدا بتقوم بعمل الانسان، وده طبعا لما ظهر ادى الى اختفاء العمال والانسان داخل المصانع دي. ده ما كانش ساعتها مفهوم، وكان طبعا وحش جدا لان عمال كتير يتسرحوا. ولكن في وقتنا الحالي ده احنا بنشوف انه كويس، لانه في بعض المهن خطر جدا اصلا ان الانسان يشتغل فيها، زي مثلا تفجير المناجم او الحفر جوه المناجم والانفاق وتحت الارض وفي الجبال والكلام ده. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيعمل الحكايه دي، بدل ما يجيبوا ناس او عدد يعني بدائيه ويغامروا بحياه الناس دي. طبعا هي ما بتبقاش يعني الشركات ما بيبقوش شايفين الحكايه مغامره بحياه البشر، هي كل الشركات اصلا اللي همها الفلوس وان احنا ننجز. فطبعا الذكاء الاصطناعي او الانسان الآلي او الروبوت ده بينجز شغل الانسان احسن واسرع وطبعا ارخص. وارخص دي ده اكتر حاجه تهم الشركات الكبيره، هم عايزين يوفروا علشان يكسبوا اكتر. فدي حاجه يعني كلنا فاهمينها الحقيقه. لكن بقى اللي احنا مش فاهمينه قوي اليومين دول هو ازاي الذكاء الاصطناعي اصلا ممكن يكون خطر عليا كمصمم جرافيكس او واحد بتاع موشن جرافيكس او سوشيال ميديا. هو احنا اصلا ما بنستخدمش الذكاء الاصطناعي؟ الموبايل اللي احنا اصلا بنلعب بيه كل يوم ده وبنشوف فيه كل حاجه تقريبا او عليه يعني كل حاجه، ده مجرد برضه ذكاء اصطناعي. برامج ادوبي بلا استثناء كلها اللي بنشتغل عليها يوميا ذكاء اصطناعي، كل حاجه تقريبا حوالينا ذكاء اصطناعي. حتى لو انت لابس سمارت ووتش او اي ووتش ايا كان، ده برضه ذكاء اصطناعي. فاحنا اصلا بنتعامل معاه من قديم الازل. امال ليه دلوقتي قلقانين منه؟ قلقانين منه لان حاجه زي ميد جيرني تقريبا على ما اتذكر دلوقتي بتدخل له كي ووردز او كلمات يعني مفتاحيه، ويروح مطلع لك 4-5 تصميمات و8 تصميمات و4K واحجام كبيره جدا وافكار طبعا يعني هايله جدا وحاجات في منتهى السرعه. ده غير كمان اصلا ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى يدخل في كل حاجه تقريبا. يعني انا دلوقتي بستخدم الذكاء الاصطناعي في الفويس اوفر وبستخدمه كمان في الانيميشن. ومش بس كده، ده كمان ممكن تخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لك مقالات او ممكن يكتب لك كونتنت او محتوى يعني تقدمه على اليوتيوب او حتى تكتبه في مقاله على الانترنت او في المدونه بتاعتك. ده غير بقى البرامج اللي لا حصر لها من تعديلات الصور او تحسينات الصور او حتى الفوتو مانيبيوليشن. هو مين اصلا اللي بيغذي الذكاء الاصطناعي بالداتا او بالمعلومات اللي هو بياخدها وبيبدأ يحللها، وعن طريق الحكاية دي او الداتا دي بيبدأ يديك نتيجة احسن مما كمان تتخيلها؟ الحقيقة اللي بيغذي الذكاء الاصطناعي هو احنا اصلا في الاول وفي الاخر، هو البشر، سواء بقى بداتا من الشركة المنشئة لنوع الذكاء الاصطناعي ده او انت حتى كبني ادم قاعد على الانترنت. كل اصلا المواقع وكل السوشيال ميديا بتتراكك وعارفين انت بتعمل ايه وكل الخطوات بتاعتك، وحتى تجربتك نفسها على الانترنت والسوشيال ميديا كلها متراقبة وكلها بتصب في الداتا اللي بعد كده بتستخدم في انشاء الذكاء الاصطناعي.
فالموضوع احنا اللي بنغذيه كبشر. ولكن انا شايف الحقيقه كمحمد زقزوق الموضوع بشكل مختلف تماما. يمكن في اكيد ناس كتير زي شايفين كده، ما فيهوش منه اي خطر خالص غير بعد 20 او 30 سنه من دلوقتي. يعني دلوقتي الذكاء الاصطناعي تحس ان هو متروض او ممكن زي الكلب الاليف مثلا، ولكن الله اعلم بعد فتره من الزمن الكلب الاليف ده هل ممكن يتحول لتنين مثلا، او ممكن يكون كلب بس شرس، مش عارف. بس هي الفكره دلوقتي ان الذكاء الاصطناعي فكر فيه كعامل مساعد، فكر فيه كمان انه اداه من ادواتك. يعني ما تفكرش فيه ابدا انه شيء مضر للكارير بتاعك او وظيفتك او شغلتك ابدا. فكر فيه انه تول انت بتستخدمها علشان تسهل عليك شغلك وعشان تسهل عليك حياتك. يعني انا مثلا دلوقتي لما بحب مثلا اعمل حاجه سكريبت صغير او فيديو موشن جرافيكس ومش محتاج يعني ان انا اجيب فويس اوفر دلوقتي، بخش استخدم موقع مش هقول اسمه دلوقتي، ولكن الموقع ده بيسهل لي جدا ان انا اكتب له اي سكريبت انا عايزه واعدل في السكريبت زي ما انا عايز لعدد غير محدود من يعني التعديلات، وبيبدا يديني اصوات كتير جدا اقدر اختار منها ايه الصوت اللي انا عايزه، وجدا جدا بروفيشنال. وفي الاخر بتروح محمل يا معلم الساوند وتبدا تستخدمه في شغلك، وشكرا على كده، وتدوس كرييت وخلاص على كده. في اقل تقريبا من 3 دقايق ممكن تكون عامل الحكايه دي كلها. فانا دلوقتي لو محتاج انيميشن بشكل معين هصور نفسي فيديو وانا بجري او انا برقص او انا بتكلم او انا بعمل حركات بايدي مثلا حتى، وارفعه للويب سايت من اي ويب سايت دلوقتي، وهم كتير الحقيقه بيعملوا انيميشن، واحول الفيديو ل 3D كاركتر. ولكن الخوف بقى فعلا لما الحكايه دي تبدا تاخد شكل مختلف، الحكايه تاخد شكل بروفيشنال اكتر، وتبدا النتائج تكون مكتمله فعلا وتكون مظبوطه قوي اكتر كمان من الانسان. وحاجه زي دي ما اعتقدش ابدا ان هي ممكن تحصل، لان في شركات وفي مصالح وفي مؤسسات ضخمه من مصلحتها ان في حاجات معينه ما تتطورش اكتر من اللازم، لان هم كمان بيكسبوا فلوس من الحكايه دي. ولو بصينا كده لحته تاريخ هنلاقي ان تاريخنا دايما بيعيد نفسه الحقيقه، ولازم نتعلم من الاعادات الكتير بتاعه التاريخ دي، لان احنا لو ما اتعلمناش منها يبقى عايشين ليه اصلا. يعني لما نيكولا تسلا راح اشتغل عند توماس اديسون، وكان توماس اديسون ساعتها راجل مشهور وعنده فلوس كتير ونفوذ ومؤسسات وشركات في كل حته في العالم، وتسلا كان لسه يعني على قد حاله او كان غلبان ولسه بيدور على فرصه. ولكن بعد كده، ودي النقطه المهمه في القصه، لما تسلا عمل شركه وعمل مكتب وبدأ ينشر انه هيعمل كهرباء مجانية لكل العالم، اديسون طبعا اتجنن ساعتها، لان اديسون عنده مصانع وشركات ومؤسسات وبيكسب من الكهرباء، هي دي اكل عيشه. فكهرباء مين يا معلم اللي تعملها ببلاش؟ انت كده هتخرب بيوتنا. وطبعا بعد ما تسلا قال بقى ان انا هعمل كهرباء ببلاش، اديسون راح واخد الرجاله وراح حرق له المكتب بتاعه وبهدلوه يعني ومرمطوه اخر مرمطه الحقيقه. طبعا مش اديسون نفسه، هو اكيد بعت له رجاله يعني، ولكن التاريخ عارف ان اديسون هو اللي عمل الحكايه دي. فلما نيجي بقى نركب القصه دي ونركبها على قصه الذكاء الاصطناعي هنلاقي شيء متشابه. هنلاقي ان الذكاء الاصطناعي بيسهل الحياه بشكل كبير جدا على ناس كتير دلوقتي، ولكن يوم ما هيجي يضر بعض المؤسسات الكبيره والضخمه والشركات اللي يعني اعتقد ان هم ساعتها هيوقفوا للذكاء الاصطناعي وللي بيطوروه كمان، فده عزائنا الوحيد. ولكن ساعه لما الشركات الكبيره والمؤسسات الضخمه دي تلاقي ان الذكاء الاصطناعي هيكون ظريف ولذوذ بالنسبه لهم وهيوفر لهم كتير، اكيد هيدعموه، اكيد هيشتغلوا بيه وهيطوروه وهيصرفوا عليه كمان. فللاسف الشديد يا اصدقائي الاعزاء في قناه محمد زقزوق، الحكايه كلها في ايد الشركات والمؤسسات الكبيره والضخمه، لكن احنا في الاول وفي الاخر بنقول الارزاق بيد ربنا، ومفيش خوف من الحكايه دي ان شاء الله باذن الله. يعني حتى لو ان يعني المفروض هنخاف بعد 20-30 سنه من دلوقتي، مش دلوقتي خالص، يعني لسه الموضوع جديد، واحنا لينا ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرزقنا دايما ان شاء الله باذن الله، لان هو رزق بايده. فمهما كان ومهما حصل ان شاء الله ما تقلقوش. والعمال زمان يا عيني حتى اللي اتسرحوا واللي اتخرب بيوتهم بسبب الذكاء الاصطناعي شافوا حاجه تانية يعملوها. فاعتقد ان احنا لازم نشوف حاجه تانية نعملها او نتعلم مجال مختلف عن مجال شغلنا، يبقى عندنا اكتر من حاجه نعملها. يعني انا مثلا دلوقتي بقى لي 3 سنين بشتغل في النجاره وعندي ورشه صغنطوطه كده اعملها في البيت، عشان يوم ما الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم اشتغل نجار بقى ان شاء الله. يعني ما اعمل ايه طيب؟ ولكن نصيحتي الاخيره ليكم، لو يعني هنفع اديكم نصيحه، ان فكروا في الذكاء الاصطناعي انه اداه مساعده وليس اداه مضره. ما تفكرش فيه انه عامل مضر، فكر فيه انه عامل مساعد.
وخلونا بما اننا اتكلمنا النهارده عن نيكولا تسلا العالم العظيم اللي انا بعشقه، نختم الحلقه بكوت كده او باقتباس عن الروبوتات او الذكاء الاصطناعي، وكان الحقيقه نيكولا تسلا هو اللي قايله. الكلام ده من 120 سنه ولا من 100 سنه تقريبا، فلكم ان تتخيلوا دماغ الراجل ده كانت عامله ازاي او رايحه لحد فين. في القرن ال21 الروبوتات سوف تأخذ المكان الذي احتلته العمالة في الحضارات القديمة. يعني الروبوتات معناها الذكاء الاصطناعي أو الإنسان الآلي، أو اللي احنا يعني بنتكلم فيه من الآخر. ولكن لما تيجي تقراها بالإنجليش هتلاقي كلمة غريبة جدا الحقيقة. فكلمة سليف دي تخلينا نحط تحتها 100 خط، يعني هتاخد مكان العبيد اللي بيشتغلوا في الحضارات القديمة. ففكروا في الحكاية دي، هل من مصلحتنا ان احنا نفضل عبيد ونشتغل زي العبيد، ولا نقعد بقى نلعب ونريح على جنبه الذكاء الاصطناعي هو اللي يسوق؟ فياريت تقولي لي رأيكم في الكومنتس تحت في حلقة النهاردة وفي موضوع الذكاء الاصطناعي، وانت شايفه ازاي من وجهة نظرك. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان تشوفوا الحلقات اللي جايه من زاك توك. كان معاكم محمد زقزوق من ZakWorks.com وZakWorks.academy. السلام عليكم. System activated.